هاي كيفكن يا أحلى متابعين. اليوم حبيت أعملكم وصفة حلو سريعة من التمر، خصوصي إنه قربنا على رمضان وما في أحلى من وصفات التمر بهالأيام المباركة. بس قبل ما نبدأ فيها حبيت أورجيكم اليوم كيف مدى يومي هيك على السريع. وطبعا قبل ما نبلش يومنا شو لازم نبلشه؟ بكاسة نسكافيه. طبعا أنا بلا سكر بشربها كالعادة مشان نصحصح ونبلش يومنا بنشاط. وانتو خبروني كيف بتبلشوا يومكم؟ في عالم بتحب القهوة كتير مثل أختي سلمى، طبعا الكل صار يعرف سلمى، وأنا بحب النسكافيه. في عالم بتحب تشرب شاي، في عالم بتحب تشرب متة. انتو خبروني بالتعليقات شو مشروبكم المفضل الصبح. وهون كانت الساعة 7 الصبح، فتحت الشباك، كان هدوء مو طبيعي، كان صوت العصافير لحاله موسيقى بتروق القلب. ولسه في ريحة المطر كانت نازلة امبارح، الجو كان بجنن وبيفتح النفس. حسيت انه لازم ابدأ نهاري بشي دافي مثل هالنسكافيه. ومن هاي اللحظة الحلوة بلشنا يومنا سوا. يلا نبلش. بعدين أول شي عملته فيقت الأولاد على مهل. هن بلشوا يغيروا أواعيهم ويغسلوا وشهم ويعملوا يحضروا حالهم للمدرسة، وأنا بلشت أعمل لهم سندويشات بسيطة. عملت لهم لبنة زيتون، هن هيك بيحبوا أكل خفيف بيشبع. وبهالوقت الصبح بيكون كل شي هادي وبسيط، يعني لقمتهم سريعة بس فيها بركة وريحة قهوة بعد الصبح مع جو المطر، هيك بحس اليوم بلش صح. وانتو شو بتبعتوا مع أولادكم على المدرسة؟ هاتوا خبروني. أنا أحيانا بلف لهم هاي مثل ما شايفين لبنة، أحيانا زعتر جبنة، أحيانا بعطيهم مصاري بيشتروا من هنيك، أحيانا بعمل لهم برجر بطاطا مقلية، يعني شو متوفر بنبعت. وبعد ما تيسروا الأولاد على المدرسة واستودعتهم عند الله، قلت أخذ لي شوية وقت لإلي. نزلت شوي على البحر، كان الجو بعده هيك في نسمة باردة، كان مطر امبارح بس البحر كان هادي كتير وبيشرح القلب. قعدت نفست هوا نظيف وما أحلى. كنت عم رتب أفكاري هيك، قلت شو بدي أعمل اليوم، شو بدي ساوي، وطلعت لكم بفكرة إنه ساوي أكلة التمر. أنا بصراحة بحب هذا الجو، بحب أنزل هيك على البحر الصبح، مع أنه أنا البحر دائما جنبي ودائما شايفته، يعني صار لي سنين وأنا عايشة قدام البحر. بس بصراحة ما كتير بحبه، أنا بخاف منه كتير. مين مثلي؟ بس بحب ريحته الصبح، هيك بحب أقعد لحالي أشرب نسكافيه أشرب قهوتي اللي هو المهم هيك لحالي، وبالليل أحيانا. وهون تذكرت لكم إنه لازم أرجع على البيت وشفت المصايب. قلت لحالي حاجة فزلكة على أساس عاملة يوم بغير شكل وبيرفكت. قلت يلا يا بنت على المطبخ لأنه ما في مهرب من الشغل. وأول شي عملته هو الدرج المعالق، لأنه الله وكيلكم هالدرج بالذات ما بيضل مرتب أبدا، بما أنه إيدي فيه على طول، يعني كل ما أخذ معلقة بقول بعدين برتبه، والله وكيلكم بعدين ما عم يجي أبدا. بعد ما رتبتهم، طبعا هو مو مرتب لأنه الدرج عندي صغير ويا دوب يسع. بعدين جبت المعالق وحطيت شوية خل وفوقهم مي سخنة، نزلت فوقهم كل شي، عندي معالق وشوك، نزلتهم كلهم مع بعض. الخل بيخليهم يرجعوا يلمعوا. خليتهم تقريبا شي 10 دقايق ربع ساعة منقوعين. بعدها ليفتهم بالصابون العادي يعني، وهون حطيتهم على قماشة مشان نشفهم.
وهون حبيت أورجيكم كيف بلمع المعالق، طريقة كتير سهلة حتدعولي عليها، اعتمدوها. بنكمش أي قماشة نضيفة معنا، بنحطها بإيد اليسار، والمعالق بنكون كمان بإيد اليسار، وبالإيد اليمين بنلمع بهي الطريقة مثل ما شايفين. وهي طريقة كتير سهلة للتلميع، يعني إذا كنتي من هدول اللي بيحبوا يلمعوا الكاسات، المعالق، الصحون، هي الطريقة حتلاقيها سهلة كتير وسريعة، يعني بكرة إذا مستعجلة 1 2 3 بتخلص معك. وهلأ خلينا نبلش بوصفتنا. هي وصفة سهلة كتير وسريعة، ما بتاخد معك وقت أبدا. تمر مهروس، أي نوع تمر بتفضليه، منحط عليهم شوية زبدة ورشة هيل ورشة قرفة، يعني حسب الرغبة، انتو شو بتحبي المنكهات فيك تحطي. ونصيحة، هي أطيب من الجاهزة ب100 مرة، يعني هي شغلتها سريعة وسهلة وبسيطة، فيك تساويها بأي وقت، وطيبة على الفطور، مع القهوة بعد الفطور، أو على السحور. منه صحية ومنه سريعة، ومنظرها بيكون كمان كتير حلو. وفينا نحط بدل الزبدة نحط سمنة، يعني من السمنة هي بتكون نكهتها أطيب، خاصة إذا كانت حيواني، بس لأنه أنا حاليا مو متوفر حطيت شوية زبدة كمان حيواني، يعني كمان ما في مشكلة، يعني طلعت نفس الطعم تقريبا. بنضل بنعجنهم منيح لحتى نتأكد إنه صارت تكمش على بعضها. بعدين بنجيب أي نوع مكسرات بتفضلوه مشان نحشيه بقلبه. أنا حبيت أحشيه بالجوز، وأنتوا فيكم تبدلوه بالنوع اللي بتحبوه، مثلا لوز أو كاجو أو بندق، يعني اختياري. ناخد شقفة من العجوة، بنفتحها شوي وبنحشيها بالجوز. بعدين بنجللها يا بسمسم يا بفستق حلبي يا بجوز الهند. وعلى فكرة كمان فيكم بالقرفة بالهيل تجللوها، كمان هي راجع لإلكم. أنا حبيت أعمل كتير هالوصفة، ليش؟ لأنه منظرها كتير حلو، يعني هيك إذا إجا لعنا ضيف حبينا نضيفه مع القهوة كمان بتطلع حلو، حبينا نحطها على السفرة، بتحسي إنك ما قد ما شي بسيط بس بنفس الوقت أنيق وطعمته كتير طيبة. وهيك بيكون خلص يومي معكم، بلشنا بفنجان قهوة ونهيناه بهالوصفة. رمضان مبارك سلف على الكل، وإن شاء الله دائما بتكون سفرتكم عامرة بالمحبة والخير. بنلتقي بوصفة جديدة قريبة كتير. وإذا حبيتوا هالأجواء البسيطة من يوم عادي كتير وحسيتوا حالكم كأنكم معي بالمطبخ، بتمنى تتابعوني وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد. بحبكم بالله، سلام.